الاستاذ ممدوح الليثي. والحقيقه الاستاذ ممدوح الليثي يعني عايز اقول انه جعل يعني عمل قيمه اضافيه للجمعيه عندما تولى رئاستها. ونجح في انه يعمل ميزانيه ثابته لمهرجان الاسكندريه الذي كان يعاني دائما من عدم وجود موازنه. فبالتالي بدا مهرجان اسكندريه يبقى المهرجان الوحيد في مصر اللي بيجي له الموازنه من وزاره الماليه مباشره على وزاره الثقافه بتحول على الجمعيه. الحقيقه فضله كبير جدا على الجمعيه وعلى المهرجان وعلى كل الناس اللي موجوده دلوقتي، يعني علينا كلنا صراحه. والله يا استاذ امين انا يعني باسمي واسم عائله الليثي انا بشكرك حضرتك كويس جدا. طبعا. ويعني ده بعدين بمناسبه 50 سنه على الجمعيه وكان عضو مجلس اداره خلال ال 50 سنه. لفته جميله من حضرتك جدا ويعني ده مش غريب عليك، وانت امتداد هؤلاء العظماء اللي يعني اسسوا الجمعيه ونجاحك الباهر في اداره المهرجان والحفاظ على استمرار المهرجان. انا بشكرك على تكريم والدي جدا وبشكرك جدا جدا، الف شكر ومتشكر جدا يعني بجد. انا قد ايه سعيد وبعتذر ان انا يعني كنت يعني مسافر عشان كده جيت النهارده هنا عشان اخد تكريم والدي. انا كنت حريص وانا كنت حريص ان اخد نفسي يعني. وبشكر حضرتك. متشكر جدا ربنا يخليك.